يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون. إن كنت تحب الله ورسوله فإني أستحلفك بالله أن تصبر معي حتى أنهي هذه الكليمات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. روي أن سيدنا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في بستانه ذات يوم، ورأى طيرا يخرج من بين الشجر، فتعلقت عيناه بالطائر حتى نسي كم صلى، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا رسول الله، إني اشتغلت بالطائر في البستان حتى نسيت كم صليت، فإني أجعل هذا البستان صدقة في سبيل الله، فضعه يا رسول الله حيث شئت، لعل الله يغفر لي. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاة. فقيل له: كيف ذلك يا أبا هريرة؟ فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب في الإسلام ولا يكمل لله ركعة واحدة. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يوصي: الصلاة 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 الصلاة، كيف لا وهي عماد الدين. ولهذا قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبالله عليك، هل صليت مرة لله ركعتين فكانت قرة عينيك؟ وهل اشتقت مرة أن تعود سريعا إلى البيت كي تصلي ركعتين لله؟ وأختي الكريمة، هل اشتقت مرة أن تعودي سريعا للبيت كي تصلي